السلام عليكم متابعينا الكرام في قناة مصر زمان. حكايتنا عن ترميم قطار الملك فاروق، الديزل الملكي وأول قطار سريع في الشرق الأوسط. سنين كتيرة من الإهمال مرت على قطر الملك فاروق، سايبينه مهمل ومحدش بيفكر في تصليحه، وكأنه خلاص بيجي خردة. بس حصل تغيير مفاجئ، وزارة النقل رجعت الحياة للقطر من تاني بعد 70 سنة، وكمان فضلوا محافظين على مكوناته التاريخية. مش بس كده، وعلى شكله الأثري وطابعه التاريخي، لأنها تحفة فنية. له يوم يعود للحياة من تاني. ازاي عندنا كل الفخامة دي وكانت مهملة تماما؟ مصر مش بس آثار وخلاص، لا، في حاجات حلوة كتير ونادرة، بس للأسف مهملة. اللي رمم القطر ورشة إرمس، ودي متخصصة في صيانة وعمارات الوحدات المتحركة، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ودول تابعين لوزارة النقل. هيئة السكك الحديدية شغلت القطر ومشى للإسكندرية عشان يستقر في المنتزه الجراج الخاص بتاعه، لحد ما ينتهوا من ترميمه نهائي ويعملوا له افتتاح يليق بيه. القطر الملكي فضل في مخزن متحف المنتزه لأكتر من 70 سنة، لحد منتصف القرن الماضي. اللي صنع القطر الملكي شركة فيات الإيطالية سنة 1950، وسموه الديزل السريع، وبيتكون من عربتين يعني يقضوا 40 راكب، وفي كراسي مريحة متنقلة بتتحول لصالونات صغيرة. والقطر فيه 12 تليفون في الغرف والصالونات، حتى كابينة السواق فيها تليفون، وفي مطبخ وكرسي ملكي وكابينة موسيقى وراديو وجراموفون وغرف نوم. حتى الإضاءة معمولة بطريقة مميزة، وعاملين جزاز من نوع خاص، اللي جوه هو اللي يشوف اللي بره وهو ما يشوفوش. وفي صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل. وخلصت حكايتنا.